بنفس الطريقه بعد هدف يلعب كفارديول. زياش يرفع ديال الكره لا زالت صعبه. نتيجة الشوط الأول من مباراة المغرب وكرواتيا اليوم. تفوق منتخب كرواتيا على نظيره المغربي بنتيجة 2-1 في نهاية الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا باستاد خليفة الدولي لحسم المنافسة على المركز الثالث والرابع في كأس العالم قطر 2022. ومن الواضح أن المنتخب المغربي لن يتأهل للمركز الثالث بسبب أخطائه الفادحة الذي يفعلها في المباراة. وجاء التقدم من جانب منتخب كرواتيا عن طريق رأسية من المدافع يوسكو جيفارديول في الدقيقة 7 من الشوط الأول. ونجح منتخب أسود الأطلس في معادلة النتيجة سريعا، وذلك من رأسية استغلها أشرف داري مدافع المغرب بعد عرضية متقنة من حكيم زياش في الدقيقة 9 في الشوط الأول. وأعاد أورسيتش التقدم لصالح منتخب كرواتيا، وذلك بهدف في الدقيقة 43 من الشوط الأول، حيث نجح نجم المنتخب الكرواتي في أن يهز شباك ياسين بونو بهدف ساحر. بعد خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا 2-0، يسعى منتخب المغرب إلى تحقيق إنجاز تاريخي وتحقيق المركز الثالث في كأس العالم وخطف الميدالية البرونزية، وذلك لأول مرة في تاريخ العرب.